ازيكم؟ كنت نزلت لكم امبارح فيديو عن الانبوكسنج بتاع الفيسبوك وريبان جلاسز دي اللي هي اسمها ريبان ستوريز. النهارده انا اول يوم استخدمها الصراحه. امبارح بقى جالي شويه كومنتس وجالي شويه مسجات كده، خليني اقول لكم الرد بتاعها، وبعد كده اشرح لكم النضاره دي بتستخدم ازاي او ايه اللي احنا ممكن نعمله بالنضاره دي. اول حاجه هي النضاره دي نضاره، هي مش نضاره نظر ومش نضاره شمس، ولكن هي الترا فايلوت بروتكشن، يعني هي بتشيل الاشعه الضاره واقدر ان انا استخدمها الصبح وبالليل عادي. ممكن في موديلات منها نضارات شمس، فحضرتك ممكن تجيبها بس هتستخدمها الصبح بس. هي فيها كاميرتين، وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت او في الفيديو اللي فات ممكن تتفرجوا عليه. بص شغلت المزيكا، سامع عندك؟ مش سامع صح؟ فيها كاميرتين، كاميرا 5 ميجا بكسل، وهي معموله عشان الستوريز. انا عايز اقول لكم ان النضاره دي مش افيلبل في مصر، مش مسموح بيها انها تبقى موجوده في مصر، وحتى لو انت جبتها في مصر مش هتعرف تشغلها لان الابلكيشن بتاعها مش موجود على الستور، فبالتالي هي يوزلس، هي نضاره عاديه بقى خالص، مش هتقدر انت تستخدمها. ولكن احنا عشان بره مصر فالابلكيشن موجود، والنضاره افيلبل ان انت تستخدمها في البلد المصرح للابلكيشن ده ان هو يستخدمه. الفكره من النضاره ان حضرتك تقدر تعمل ستوريز في اي وقت من غير ما انت تاخد الوقت بتاع ان انت تطلع الموبايل وتصور وكده، او تاخد صوره من غير ما تطلع الموبايل وتصور. النضاره باين فيها هنا اهو الكاميرتين، ولما بنيجي نصور بتنور فلاش عشان تبين للي قدامك ان انت بتصوره، دي حاجه كويسه، احترام من الفيسبوك يعني للبرايفسي بتاع الشخص. فتعالوا نجرب كده ونشوف الموضوع ده. النضاره هنا فيها سماعات، فانا ممكن اشغل مزيكا اللي هي انا قلت لكم عليها اللي هي اون اير. انا دلوقتي بشغل مزيكا، في هنا السماعات فوق وداني هنا اهو. اوكي، هي بتعمل لك الصوت كانه مش زي السماعات اللي بتركب هنا، كانه امبيانس كده، يعني كانك قاعد في مكان، ده المزيكا اللي فيه. وبرد على المكالمات، وبقدر ان انا فيها مايك طبعا، بقدر ان انا ارد على المكالمات وارد من هنا اهو من غير ما انا استخدم الموبايل. ودي ميزه حلوه زي ما قلت لكم قبل كده، هي عاملاها شركه بوز، ولكن هنا اهو معموله جوه النضاره دي. ايه بقى اجمل حاجه في النضاره دي؟ اجمل حاجه في النضاره ان هي انت ممكن تستخدمها مانيوال من هنا عن طريق الزرار ده، ان انت تدوس ضغطه واحده فيبدا فيديو. يعني بصوا كده هو بيصور فيديو صح، والنور نور، ونور عندي جوه كده جنب عيني نور عشان ابقى عارف انها بتصور فيديو. الفيديو بتاعها بيبقى مربع، الكواليتي بتاعته ما بتبقاش عاليه قوي، هي معموله عشان الستوريز والبوست والكلام ده، وبيبقى كمان مدته 30 ثانيه فما بيصورش وقت طويل. فانت ممكن تعمل كده عشان تصور الفيديو، تبدا تصوير الفيديو، وممكن تعمل كده عشان توقف تصوير الفيديو، دي برده حاجه كويسه. ولو انت دوسه طويله بياخد شوت كده وبعدين بيسمعك، فانت بتبقى عارف ان النضاره اخدت شوت، ودي برده حاجه كويسه. زي ما قلت لكم هي 5 ميجا بكسل، فالموضوع الكواليتي مش حاجه كبيره، عشان النضاره مش هتقدر تعمل بروسيسنج لكواليتي كبير، او هي مش معموله عشان تصور حاجه بكواليتي عاليه. الحاجه الجميله في النضاره دي كمان ان انت تقدر تقول له هي فيسبوك ريكورد فيديو، فهو النضاره تبدا انها تشتغل. انت بتسطب جوه الفويس اسيست، فانت بس بتقول الريكورد فيديو او تيك فوتو، والنضاره بتبدا انها تاخد فيديو او فوتو. دلوقتي هنفتح الابلكيشن، هناخد صوره او فيديو، وهنفتح الابلكيشن عشان نشوف اللي احنا صورناه ده عامل ازاي جوه الابلكيشن. احنا خلينا مثلا هنا ناخد شوت للعربيه. احنا طبعا عايز اقول لكم ان احنا بنحدثكم من تسلا، من عربيه تسلا، فعشان احنا ناس جامده جدا، فالموضوع جامد ولازم كل حاجه تبقى جامده. فاحنا دلوقتي بنريكورد العربيه التسلا، وبنشوف الطريق عامل ازاي، والدنيا منوره صح؟ عشان كده بنصور فيديو. اوكي، فانا ممكن اوقف الفيديو خلاص كده الستوري بتاعي خلصت، او ممكن اخد صوره كده، انا خدت صوره للطريق. اوكي، خلينا بقى نخش على الابلكيشن. الابلكيشن اسمه فيسبوك فيو. خلينا كده نخش على الابلكيشن اوكي، ونعمل داونلود للحاجات اللي موجوده. طبعا اهي بصوا كده، هو دلوقتي بيكونكت للجلاسز وبيمبورت وبيبروسيس الكابتشر. ده الفيديو اللي انا كنت لسه بصوره من شويه. اوكي، طبعا زي ما قلت لكم دي الصوره سوري اهي، عملها انهانسمنت كمان خدت بالك، وده الفيديو. استنى عايز اقفل لكم البلوتوث عشان عايز اسمعكم الصوت ده حلو قوي نقي. احنا طبعا عايز اقول لكم ان احنا بنحدثكم من تسلا، من عربيه تسلا، فعشان احنا ناس جامده جدا، فالموضوع جامد ولازم كل حاجه تبقى جامده. فاحنا دلوقتي بنريكورد العربيه التسلا، وبنشوف الطريق عامل ازاي، والدنيا جامد ولا مش جامد؟ جامد. يلا